هذا ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الإيرانية الأوروبية تطورا بعد بلوغ اتفاق جنيف بين إيران والدول الست المراحل النهائية. عمر هواش وهذا التقرير. تبدو روما أكثر العواصم الأوروبية رغبة في إحداث اختراق سريع في العلاقات مع طهران. في إيران وجد الوفد البرلماني الإيطالي الكثير لما يمهد لزيارة رئيس وزراء بلاده إلى طهران قريبة. كعكة اقتصادية وجسور سياسية وثقافية مع إيران تثير شهية الإيطاليين. تبدو طهران مهتمة بمد الحبال مع أوروبا، وهي تتحدث عن علاقات تربط الشرق بالغرب. لقد أدرك الغرب أن إيران أقوى من أن تخضع لشروطهم في جميع ملفات المنطقة، وبعد اتفاق جنيف باتت الكرة في ملعبهم. إذا أرادوا التعاون مع طهران يجب أولا تنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات الدولية. بعد اتفاق جنيف التقت طهران ومعظم الأوروبيين على ملفات ثلاث: إيران دولة نووية بإقرار عالمي، الحل في سوريا سلمي وسياسي، والإرهاب في المنطقة خطر على الجميع. لكن الحديث عن تعاون إيراني أوروبي، يقول مراقبون، لن يستقيم قبل رفع العقوبات عن طهران. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، فأوروبا وآسيا قارتان إذا أحدثتا تعاونا فيما بينهما يمكن للكثير من الملفات العالقة في المنطقة أن تحل. التقارب الدبلوماسي في المواقف لا يعني اتفاقا كاملا على الملفات العالقة. المطلوب، يقول الإيرانيون، استقلالا أوروبيا في القرار، وبعد ذلك كل شيء قابل للنقاش أكثر وربما للحل. ما إن يغادر الوفد الإيطالي طهران حتى يصل وفد آخر بريطاني ومن بعده ألماني. كل المؤشرات تقول بأن إذابة الجليد بين إيران وأوروبا قد بدأت، وأن خصوم الأمس قد يصبحون شركاء الغد. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. نذكر بأبرز العناوين.